اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وعواشركم مبروكه. كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم سلو. هذا السلو هذا مختلف على اللي سبق لي وشاركت معكم في الاعوام الماضيه، حيت دخلت فيه مكونات اللي هي صحيه. خليكم معايا في الفيديو للاخير نشوفوا المكونات وطريقه التحضير وبزاف ديال التفاصيل، ولايك الفيديو قبل ما نبداو. وغادي نبدا على بركة الله. المكونات وطريقة التحضير في نفس الوقت. هنايا عندي كيلو واحد من دقيق القمح الكامل اللي محمر على عافية اللي كتكون مهيلة. هنا راني غربلته، حيدت له غير النخاله الغليظه وخليته بنخالته وحمرته، وفاش تحمر بطبيعه الحال كنعاودو نغربلوه. وفي هذا السطل هذا عندي كيلو ديال الفرينه اللي هي الفورس، هي محمره ومغربله. وعندي كذلك واحد 250 غرام ديال الإلان اللي غسلتهم نقيتهم وحمرتهم وحتى هما طحنتهم وغربلتهم مزيان. وعندي كذلك واحد 100 غرام حتى 150 ديال زريعه الكتان اللي مصهده ومطحونه مزيان. وضفت هنايا واحد نص حبه ديال الكوزه مع مليحه ومسكه حره. وهنا بالنسبه للزرارع عندي هنا 2 معالق كبار عامرين مزيان من كل حاجه، النافع البلدي والنافع البستاني وحبه حلاوه وحتى القرفه. بالنسبه للقرفه درت 2 معالق كبار ونص. وغادي نزيد كذلك حتى سكر كلاصي. دخلت تقريبا واحد 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال السكر. طبيعه الحال السكر كيبقى على حسب الذوق، اولا تقدروا تحيدوا السكر وتحليوه باي حاجه اخرى بغيتوها. هنايا غادي نضيف الكوفيه اللي هي دقيق ديال الذره اللي محمر. هذا المنتوج هذا معروف عند الناس ديال الجنوب وكيتباع في التعاونيات. هنايا وزنت غير نص كيلو فقط وغربلتها، وغادي نضيفها على باقي المكونات. ثم غادي نخلط هاد النواشف كامله مزيان باش ينسجم كلشي مع بعضياته، ومن بعد يعني تسهل عليا الخدمه ديالو من بعد. وللاشاره بالنسبه لزريعه الكتان كنت خديت يعني 250 غرام، كنت ناويه نديرها كامله، ولكن فاش شفت يعني بزاف ديال الوصفات كيتشكاو منها بانها كتخسر سلو وكتاكسد، صراحه خفت واكتفيت فقط بواحد 150 غرام باش هكا نجرب ونيت نقتنع على راسي. وان شاء الله فاش يدوز واحد الشهير رجعوا للفيديو وكتبوا لي تعاليق كي بقى السلو ديالك، واش خسر ولا ما خسرش ونرد عليكم ان شاء الله، حيت انا درتها في يد الله، نجرب كي قلت لكم ونقتنع على راسي ونرد عليكم. بطبيعه الحال كاين بزاف ديال الناس اللي غادي يثيقوا في التجربه ديالي. ودابا نرجع معكم الوصفه. من بعد ما خلطت كلشي النواشف، هنايا غادي نضيف التقاوت. هاد الجبانه هادي عندي فيها كيلو ديال الكاوكاو، كيلو ديال اللوز، وكيلو ديال الجنجلان، كلشي محمر ومطحون مزيان تتعلك. وهذا الفيديو الصغيور اللي كتشوفوه على اليسار خليت لكم فيه باش هكا تشوفوا شويه ديال الكواليس. وبالنسبه للطريقه ديال الخدمه البنات، انا بحال الجنجلان وكاوكاو واللوز صوبتهم في نهار وطحنتهم ودرتهم في داك الجبانه، سديت عليها وخليتها ابار. والطحين كذلك صوبته في نهار اخر بوحدو، حمرته وغربلته ودرتو هكا في سطوله باش هكا كنقسم عليا تماره. والروينه راكم عارفين في نهار واحد وفاش كتكون يدك بوحدك ما تقدريش تطحني وتحمري وتخلطي، راه كيجي صعيب، يعني كنقسمو هكا تماره. ونفس الشيء درت حتى مع الزرارع، سهدتهم وطحنتهم عاوتاني هما نهار ديالهم بوحدهم مع القرفه وعمرتهم هكا في قريعات. وكنخلي كلشي يعني كيبقى لي نهار ديال التخلط، نهار بوحدو كيكون عندي كلشي موجود، باقي خصني غير نخلط. وواحد النصيحه قبل ما ننسى، بالنسبه للقوام اولا الدقيق كلشي كيتحمر على عافيه اللي كتكون مهيله، سواء حمرتي فوق البوطه اولا في الفران، عافيه اللي كتكون مهيله باش كلشي كيدخلوا الطياب لداخل وكيتقرمشوا باش هكا سلو كيبقى معاك المده اللي هي طويله. ودابا غادي نضيف واحد نص كيلو ديال الجنجلان اللي محمر ومهرمش، خليت منه غير واحد الحفينه للتزيين فقط، يعني واحد الحفينه صاينه ما مهرمشه شيء للتزيين فقط كما قلت لكم، الباقي يعني هرمشته. غادي نضيفو ندخلو مع باقي المكونات. وبالنسبه لليدان عندي هنايا كيلو ديال الزبده البلديه اللي كناكلوها، الزبده ديال البقر، خديت كيلو ذوبتها على عافيه اللي هي مهيله حتى ولات نوازيط على هذا الشكل هذا. غير هو هاد الزبده هذه راه فيها النسبه ديال فيها نسبه ديال الماء والحليب كثيره، يعني كيلو خرج لي تقريبا هاد الكميه اللي كتشوفوا معايا 2 كيسان، ما عرفتش كاملين ولا ما كاملينش. ضفتها على المكونات وغادي نكمل التخلاط بزيت الزيتون. زيت الزيتون
اللي عاديه ما سخنتها ما والو، واخا كتشوفوها معايا يعني في الكسرونه، غير حيت كان البيدو حدايا ما صلحليش نكب منه، كندير في الكسرونه وهكا كنبقى نضيف شويه بشويه، يعني ما سخونه ما والو، زيت بلديه عاديه، كنبقى ندخل شويه بشويه حتى كنوصل للقوام اللي بغيت. الناس اللي كيبغيوه ناشف ينقصوا ليدام، واللي كيبغيوه معلك كيما انا راني دخلت تقريبا نصف لتر ديال زيت الزيتون، يعني نسيطرو تكون ناقصه من واحد نص كاس. وهاد النتيجه اللي كتشوفوا معايا من بعد واحد ثلث ساعه ديال الدليك والمجهود، ولكن ماشي مشكل، هاد التحضيرات هادو كيكونوا بحلاوتهم. اخر حاجه كنضيفها هي نص كيلو ديال اللوز محمر ومهرمش، كنخليه هو التالي. داك الطريفات ما كيبقاوش يجرحونا في يدينا، والنيت ما كيزيدوش يتهرسوا مع التخلاط والدليك، يعني باش كيبقاو هكا باينين وستسلو. وهنا كنكون وصلت للنهاية ديال الفيديو، كنتمنى نكون تطرقت معكم لجميع التفاصيل والنقاط المهمة ديال الوصفة، وحتى اللي بغى يسول على شي حاجة مرحبا، راه كنقرا جميع التعاليق وغادي نجاوبكم على قدر المعرفة ديالي. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلو من بعد التقديم والتزيين. يعني كنوريكم القوام ديالو كيفاش جا، راه كيجي معلق، حتى الناس اللي كيبغيو يقدموه مقطع اولا كيبغيو يديروا تزيين بريستيج راه كيتقطع بكل سهوله. وما بقى لي غير نقول لكم بسلامه، وشكرا لكم على حسن المتابعه، الى الفيديو القادم ان شاء الله، مع السلامه وعواشركم مبروكه.